اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله معانا تكييف صحراوي فريش. هنعرف النهاردة ان شاء الله ازاي نستعمل التكييف الصحراوي ده بطريقة صحيحة عشان يعيش معانا، وازاي نتبع التعليمات ونتبع برضو التحذيرات. كل ده هنعرفه في الفيديو، وازاي نشغله، وهنعرف عنه كل حاجة من الألف للياء. ان شاء الله تابعونا. طبعا انا شلت من على التكييف الكرتونة والكيس. اول ما بتشيل الكرتونة والكيس بيجي معاه 4 عجلات، عجلتين اماميين وعجلتين خلفيين. طيب انا هعرف منين العجلات الامامية والعجلات الخلفية؟ العجلات الامامية هنا بيبقى طبعا مكتوب اون واوف على العجلة زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب مكتوب اون واوف ليه؟ لان العجلة دي بتبقى عليها فرامل اهي، تضغط عليها كده كده مسكت فرامل، فما بتخليش العجلة تتحرك. وكده فتح اللي هو كده فتحت فرامل فتتحرك معاك العجلة. اللي مكتوب عليها اون واوف دي بتبقى في الامام، يبقى العجلتين اللي مكتوب عليهم اون واوف دول بيبقوا في الامام، والعجلتين اللي في الخلف بيبقوا مش مكتوب عليهم حاجة، دول بيركبوا في الخلف. كده انا لفيت المبرد اهو، ادي العجلتين اللي في الخلف عجلتين عاديين، يبقى دول اللي بيركبوا في الخلف. دي كده اول حاجة لازم نعرفها. ركبت العجل بتاعك وكله تمام، بتبدأ بعد كده تشوف خزان المياه. خزان المياه بتاع التكييف الصحراوي الفريش ده عندي 60 لتر. طيب انا هبدأ املاه منين عشان احط فيه مية ساقعة؟ هنشوف دلوقتي المكان بتاعه. كده ده التكييف من الخلف، بيبقى فيه طبعا هنا فيه باب بتضغط عليه كده بصباعك، بيبدأ ان انت تفتح الباب اهو بالشكل ده كده، عشان تبدأ ان انت تملى بالخرطوم. اول ما تملى تضع الخرطوم هنا كده وتملى الخزان بتاع المية. طيب انا هعرف منين ان هو اتملى؟ بيبقى فيه بيان او مؤشر هنشوفه مع بعض دلوقتي. هنلف كده الخزان ونشوف مع بعض اهو. كده الخزان اهو يا اصدقاء، المية مليانة لحد هنا كده اهو تمام. ده كده بتملاه لحد الاخر، وطبعا لما بيشتغل وينقص معاك المية برضو بتبان معاك هنا، يبقى ده كده بيان او مؤشر بتبص عليه وانت بتملى الخزان. في حاجة كمان هنا في المبرد اللي هي دي كده بالونة او عامله زي السيفون بتاع الحمام، اللي هو ممكن توصل فيها خرطوم وتوصل فيها ميه مباشر، يعني تفضل فتح الحنفيه وكل ما الميه تنقص هو يملى، واول ما يتملي البالونه دي بتفصل الميه من الحنفيه. بس طبعا محدش بيعمل كده، لان طبعا مش هتفضل حاطط خرطوم في المبرد، فبنفضل ان احنا نملاه من الخلف زي ما شفنا كده من هنا كده. ده كده بنفضل الطريقة دي. وبعد ما بتملى طبعا بتيجي قافل الباب بتاعك، بعد طبعا ما بتحط ازايز مية ساقعة او تلج على حسب ما انت عايز تبرد الماء. وبعد كده بتقفل الباب بالشكل ده كده اهو. كده قفل معانا الباب. دي كده الحاجة التانية. هنشوف بعد كده الحاجة التالتة. بتبقى فيه طبة هنا في المبرد اهي. الطبة دي اول ما بتشدها كده المية بتنزل، عشان لو حبيت ان انت تنظف الخزان او لو حبيت ان انت تغير المية بتبدأ ان انت تشيل الطبة دي وتغير المية. نطلع بعد كده للحاجة الرابعة اللي بعد كده في المبرد. الشبك بتاع اللي بيخرج منه الهواء البارد، طبعا بيبقى فيه شبك هنا، ده تقدر تظبطه باليد كده بايدك بالشكل ده كده زي ما انت عايز اهو، كده وكده زي ما انت عايز. اما الداخلي ده ليه مفتاح
هنشوفه فوق ده بيوزع معاك الهواء شمال ويمين. هنبدأ نشوف المفتاح بتاعه في الفيديو ان شاء الله. هنخش على الحاجة اللي بعد كده وهي لوحة التحكم او لوحة التشغيل بتاعة المبرد. لوحة التشغيل بيبقى موجود معايا 3 مفاتيح بالشكل ده. عندنا اول مفتاح التبريد فيه اطفاء وتشغيل اهو، اللي هو طبعا ده بتاع الغاطس او بتاع موتور الغطس، اللي هو بيرفع المية من الخزان ويطلعها على الكرتون، وهنشوف الكرتون شوية كده. تمام، ده مفتاح التبريد. وده مفتاح سرعات الهواء اللي هو بتاع موتور المروحة. طبعا فيه 3 سرعات، بتقدر تتحكم في السرعة اللي انت عايزها. تمام، وده بتاع توزيع الهواء اللي هو انا قلت لحضراتكم بتاع الشبكة الداخلية دي طبعا بتوزع معاك الهواء شمال ويمين. ده المفتاح بتاعها اطفاء وتشغيل برضو. دي كده لوحة التحكم ما فيهاش اي حاجة تاني. وطبعا هنجرب المبرد في اخر الفيديو ان شاء الله. طيب هنشوف بقى دلوقتي الكرتون. ده طبعا الكرتون يا اصدقاء، فيه ادي جنب، فيه 3 اجناب، ده جنب منهم، وده طبعا الجنب اللي من الخلف اهو، وده طبعا الجنب اللي من على اليسار اهو. تمام، بيبقى كرتون بالشكل ده. طيب ايه فكرة المبرد بقى؟ فكرة المبرد ان الغاطس او الموتور اللي في الخلف في الخزان تحت بيسحب المية من تحت ينزلها على الكرتون ده. وبعد ما ينزلها على الكرتون ده طبعا المية بتاعتك بتبقى مية ساقعة. اول ما بينزلها على الكرتون ده بتبدأ المروحة تشتغل من خلال مفتاح السرعات ده، فبتبدأ تشتغل، فبيبدأ يخرج هواء بارد او هواء ساقع من المنطقة دي، فبتحس طبعا ببرود. هي دي فكرة تشغيل المبرد او فكرة عمل المبرد. تمام كده، فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا بقى التحذيرات والتعليمات اللي احنا هنتبعها. هنشوف مع بعض. في هنا طبعا لائحة هنا ايه على التحذيرات، بيقولك ان ممنوع وضع اي منظفات او معطرة داخل الخزان بتاع المية، ما تحطش اي مواد معطرة. الحاجة التانية ممنوع الغسيل المباشر، يعني ما ترشش بخرطوم او اي حاجة على الكرتون او على المروحة من هنا. الحاجة التالتة ممنوع ملء الخزان إلا من الأماكن المخصصة أسفل الجهاز، اللي هو من المكان اللي أنا وريته لحضراتكم ده، اللي هو بتشيل الباب وتملى الخزان، يعني ما ينفعش تملاه من أي حتة تاني. تمام كده، دي كده التحذيرات اللي لازم ان احنا نتبعها والتعليمات في نفس الوقت، يعني لازم نعمل الحاجتين دول. طيب كده فاضل معانا ايه؟ فاضل معانا ان احنا نبدأ نجرب الجهاز مع بعض. اول حاجة بتضع الفيشة في الكهرباء، بعد كده بتيجي مشغل ده بتاع التبريد اللي هو الموتور الغاطس اللي بيرفع لك المية من تحت يطلعها على الكرتون، بتبدأ تشغله كده. بعد كده بتخش على سرعة الهواء، بتبدأ تشغلها او تختار السرعة اللي انت محتاجها. كده كده اشتغل معانا اهو. بعد كده بتشغل التوزيع، او لو مش عايز تشغله زي ما انت محتاج اهو، كده انت شغلت التوزيع. تمام، ده كده تشغيل المبرد او التحكم فيه من خلال لوحة التحكم. بس كده يا اصدقاء، دي كده كل حاجة عن المبرد او التكييف الصحراوي فريش 60 لتر من الالف للياء. عرفنا كل حاجة وشغلناه وعرفنا التعليمات والتحذيرات. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. ان شاء الله الفيديو القادم هنقوم بتنظيف الحوض، وهنعمل فيديو برضو عليه، لانه طبعا بعد فترة بيبقى فيه ريحة مش كويسة، فلازم تنظف الحوض بتاع المبرد. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.